ده المكان الوحيد اللي هيكون مناسب للي انا عاوز اقوله لك ده. احنا رؤيه مصر في 2030 هتكون استضافه اكتر من 30 مليون سايح. احنا النهارده استضفنا 17 مليون سايح في 2025 السنه اللي خلصت. طب ده بيتطلب ايه؟ بيتطلب اللي احنا عندنا في مصر 230 الف وحده فندقيه بس، في المقابل حاجه زي تركيا بلد فيها صغيره عندها نفس العدد بتاعنا. فاحنا خلاص بقى شبه القرار اللي احنا يكون عندنا تقريبا 500 الف وحده فندقيه لغايه 2028 عشان نستضيف العدد ده كله. فدي فرصه كويسه، وكنت قاصد اتكلم فيها من وسط المتحف عشان ابين لك اللي فيه سياحه. وسواء ده المتحف المصري كمان القديم اللي في التحرير، فبالك بالمتحف المصري الكبير لما اتفتح كمان بيحرك السياحه اكتر واكتر. فدي فرصه كويسه تقدر تشغل فيها فلوسك. الترند الجاي الخمس لل10 سنين الجايين مش هيبقى الشقق ولا كمان المحلات، هيبقى اكتر الشقق الفندقيه، سواء البراندد او اللي انت تقدر تاخدها وتبقى سيرفيس. يعني ايه سيرفيس؟ يعني انت بتقدر تديرها سواء بنفسك او عن طريق شركات اداره وتشغيل. المهم اللي ده لو انت بتفكر تستثمر في مصر، فهيظل ان افضل استثمار الخمس لل10 سنين الجايين هو الاستثمار الفندقي. وفي النهايه لو انت مغترب ومهتم تعرف تفاصيل اكتر عن الاستثمار العقاري في مصر، ما تنساش تتابعني.